السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة، النهاردة فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل مع بعض الرقاق بس في الفرن البوتاجاز. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. واول حاجة هنعملها، معانا هنا حوالي كيلو ونص دقيق، وده الكمية اللي انت تحبي تحطيها. يعني انا حاطة كيلو ونص، حوالي كيلو ونص. معانا هنا اول حاجة رشة ملح، انا بحب الرق عشان انا عاملاه للاطفال، يعني بحب ازود له السكر بتاعي، يبقى مسكر عشان بياكلوه من غير اي حاجه، يعني لوحده كده. ومش حابه تحطي السكر، يعني تحطي عليه اي حاجه تانية براحتك، بس انا بحط له سكر. هو السكر ده يعني حاجه براحتك، يعني عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه براحتك. معايا بقى انا هنا، معايا هنا حبه، انا حاطه له حبه خميره يعني عشان يبقى بحوالي شكل البكاكين كده. معايا هنا حوالي معلقه خميره، حاطه في شويه ميه بشويه سكر شويه ميه دافيين. دلوقتي انا معايا شويه لبن عليهم حته سمنه. مش حابه تحطي سمنه برضو عادي، مش حابه تحطي زيت هتحطي كله سمنه عادي. دلوقتي هضيف شويه، حوالي كوبايه زيت. يبقى احنا كده حطينا معلقه خميره ومعلقه وكوبايه زيت وكوبايه لبن. اللبن ده حوالي كوبايه لبن. حابه ما تحطيش ميه خالص وتحطي لبن. وبعد كده بقى هلم العجينه. ولو العجينه لقيت يعني ان هي عايزه اللبن ما عجنهاش، هزودها ميه. لو انت حابه تعجنها كله بلبن عادي برضو. حابه تعجنها بس اللبن بيطور العجينه، بيخليها طريه خالص. يعني لما تطلع من الفرن بتلاقيها طريه كده، ما بينشفش. ودلوقتي بقى انا هلم العجينه. دلوقتي انا لميت العجينه خالص اهي. اهي زودتها بميه لحد ما بقت كده يعني. كل دقيق بياخد ميه على قد ما بياخد، يعني ما ممكن تعجنيها بالعجان. لو عندك عجان ممكن تعجنيها بيه. دلوقتي وانا هسيب الخميره تشتغل فيها شويه. وبعد كده بقى هولع الفرن في ريح يسخن، وابدا اشتغل فيها. بس ان شاء الله اول ما ترتاح هرجع لكم تاني واوريكم ازاي ازاي نعملها في الفرن البوتاجاز، وازاي نلبسها مع بعض. ترتاح ان شاء الله كده وارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما خمرت شويه اهي، ارتاحت شويه يعني بالخميره. دلوقتي بقى هقطعها التقطيعه اللي انا يعني على قد صغيره، عشان العرصه بتاعت الفرن البوتاجاز ما بتبقاش مدوره، بتبقى طويله. فانا دلوقتي هقطعها واوريكم. انا ارش حبه دقيق على الصينيه كده عشان ما يلزقش. وبعدين هو اساسا حتى لو يعني اهي مش مهم يعني كلها تبقى مقاس واحد عادي. ده رقاق يعني مش مهم ومش عيب، مش حاجه تانية يعني. دلوقتي هخلص الكميه بحالها وارجع لكم. دلوقتي بقى انا خلصت الكميه بحالها وغطيتها بالقماشه دي، انا عاملاها يعني العجين.
غطيتها بقى عشان ما تنشفش قبل ما اخلص. دلوقتي بقى هوريكم الفرن هحاول مولعه ازاي. دلوقتي ده الفرن اللي ابتديت انا رافعه الصينيه على يعني سايبه 2 من هنا اهو، ومعليه من تحت على الاخر اهي، ومعليه برضو من تحت من فوق على الاخر ومن تحت على الاخر. ودلوقتي بقى انا هجهز وديت العرسه، يعني انا مسحها بالقماشه، قماشه مبلوله عشان ما يبقاش فيه اي عفاشه يعني تطلع في الرقاق. ولو كل ما تلاقي دقيق وانحرق بالقماشه تاني مبلوله وتمسحها تاني. دلوقتي بقى انا هروح اجهز الرقاق معاكم. في حاجه بس حابه اقول لكم عليها، ديت مطرحه صغيره اهي، مطرحه صغيره عشان ما ازقش بايديا وما احطهاش بايديا وتبقى معوجه، لا انا هحطها على المطرحه وبعدين هحطها على الصينيه وهوريكم ازاي دلوقتي عشان ما تبقاش تبقى كلها مستويه. دلوقتي بقى هجيب الرقاق ونحطها سوا. معايا هنا شويه دقيق، وعلى فكره الارضيه ديت الرخامه دي انا عاملاها للمعجنات نظيفه يعني. هنا الشبع او بطاطا عادي. كده هي هسقها في الفرن، ولو عايزه العجينه تبقى اصغر من كده عادي برضو. شايفين شايفين انا شغاله ازاي في الفرن، ومش لازم من عصايه يعني، لا دي مقصوصه اهي. هسيبها بس تحمر من شم. ده بقى بعد ما طلعتها من الفرن اهي، اتحمرت تاني شويه اهي، وقعرها اهو. دلوقتي بقى انا هعمل كله كده. يا رب دي رباط عليكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشتراك للقناه عشان توصلك كل جديد. لو انت بقى عايزه تحمرها اكتر من كده براحتك، بس هي طريه خالص ازاي اهي اهي. هكمل بقى الكميه وارجع لكم. وده بعد بقى ما طلعته اهو اهو.
يا رب تجربوه ويعجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. في حاجه بس حابه اضيفها، ان الفرن دوت فرن بالغاز، غاز طبيعي مش غاز انبوبه. يعني الغاز الطبيعي بيبقى ما بيبقاش عالي زي الغاز الانبوبه. فهو برضو لو كان غاز انبوبه كان هيبقى افضل من كده، بس هو برضو كويس كده، حلو.